السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة صوفي شانيل. بالنسبة للفيديو ديال اليوم او الاقتراح ديال اليوم، فانا بغيت نشارك معكم طريقتي في تحضير الطاجين بالتونة. طريقة سهلة وبسيطة، اهم حاجة ان الطاجين كيجي لذيذ بزاف وكيجي معلك. فما عليكم غير تتبعوا معايا المقادير وطريقة التحضير ديال هاد الطاجين هذا. فبسم الله على بركة الله. عندي هنايا كمية ديال التونة، عندي 2 معالق ديال زيت البلدية، عندي الزيتون، 2 معالق تاع القزبر والمعدنوس، عندي الفلفل مقطع دواور، 2 حبات ديال مطيشة مقطعين دواور، عندي 2 حبات ديال الجزر دواور، مزيود ديال الفلفلة حامضة، شوية الخرقوم، شوية الكمون، 2 ضروسة ديال الثومة، شوية سكينجبير، شوية الملحة، شوية البزار، شوية الهريسة وشوية التحميرة. بالنسبه للشرموله غادي نضيف كاع دوك التوابل اللي ذكرت لكم. بالنسبه للخضره والتوابل راه كيبقاو على حسب الكميه ديال افراد العائله ديالكم. كنضيف لنا في واحد الاناء دوك التوابل، كنضيف القزبر والمعدنوس، كنضيف كذلك شويه ديال سميتو شويه ديال الحامض، تقريبا واحد نص عصره ديال الحامضه. ما كنكثرش الحامض بزاف. هنايا خديت الحامضه قسمتها على 2، كنحيد لها دوك العظيمات اللي فيها وكنعصرها، يعني تقريبا راه خديت غير نص حامضه عصرتها. صافي كنزيد عليهم هنايا الزيت البلديه. بغيتو طيبوا بالزيت الروميه طيبوا، يعني لكم الاختيار. انا هنايا في الحوت كنفضل ندير الزيت العود. صافي كنخلط هكايا دوك العناصر مزيان مع بعضياتهم. من بعد كناخذ هذيك التونه اللي عندي كنشرملها مزيان. بالنسبه للكميه ديال التونه راه كيف قلت لكم، يعني كتبقى على حساب الكميه ديال افراد العائله ديالكم، كل واحد وراه كيدير القياس ديالو. صافي انا هنايا كنشرملها مزيان مزيان، يعني حتى كندخل فيها كامل هذيك العطريه. كناخذ غير داك الطبيصيل اللي درت فيه، اللي كانوا فيه نيت التوابل، كنهز دوك الطريفات ديال التونه كنحطهم فيه باش نفس الشرموله كنشرمل فيها ديك الخضيره اللي عندي. صافي كناخذ هذيك الشرموله اللي بقات لي في داك الاناء، كندير فيه الجزر اللي تا هو قطعته دواور، كنشرملو هكايا فيها. هنايا خديت الطاجين ديالي، غادي نستف فيه داك الخيزو بعد ما شرملته في ديك الشرموله. كنديرو هو الاول في الطاجين. هنايا البنات راه تقدروا اللي عندها طاجين ديال الطين يعني طيب فيه، فراه اكيد غادي يكون احسن. انا هنايا استعملت الطاجين هذا. صافي كنقاد فيه كيف قلت لكم هذاك الخيزو اللي شرملت، كنقادو هو الاول، عاد من بعد كنحط عليه دوك الطريفات ديال التونه. بالنسبه هنايا هاد التونه هادي راه غير شرملتها، وديك الساعه بديت يعني قاديتها في الطاجين وغادي نردو يطيب. بالنسبه الا كان عندكم الوقت، من الاحسن انكم يعني تشرملوها وتخليوها واحد ساعه او لا ساعه ونص، ولا الوقت اللي خليتوها هي قد ما تشربات وتشرملات كتجي غير بنينه. انا ما كانش عندي الوقت صراحه، ما خليتهاش، يعني غير شرملتها وديك الساعه غادي نردها طيب. هنايا خديت كذلك في نفس ديك الشرموله درت البصله ماشي البصله سمحولي، درت الفلفله ودرت المطيشه اللي مقطع دواور. صافي وكناخذ هكا ديك الفلفله كنديرها من فوق ديك التونه حتى هي بحال هكايا. هنا راه تقدروا تستعملوا الخضره اللي عندكم، يعني كل واحد يدير الخضره اللي كتعجبو واللي كيبغي. صافي هنايا بعد ما درت هذيك الفلفله غادي نعاود نزيد عليهم دوك الدواور ديال المطيشه حتى هي.
المهم راه حنا كنقادو داك الطويجين كنحلقو عليه باش هكا كيجي بنين ولذيذ. صافي كناخد هذيك الشرموله اللي بقات لي في داك الاناء وكندير هكا بين دوك الطريفات ديال التونه. صافي هنايا كناخد دوك الحبات ديال الزيتون حتى هما هي كنديرهم هكايا فوق ديك الخضيره ديالي، وكنزيد نحط هذاك المزيود ديال الفلفله هنايا بالنسبه للناس اللي كيبوا الحار. صافي كناخد هنايا داك النص تاع الحامض اللي كان تبقى لي كنقطعو هكايا، كناخد منه غير هنايا مني قطعت هذوك الشرائح ديال الحامض فصافي كنديرهم حتى هما فوق هذاك الطويجين بحال هكايا. صافي وكناخد هذاك الاناء اللي كنت شرملت فيه ديك الخضيره، كندير فيه واحد نص كاس ديال الماء وكنشلل بيه باش هكا ديك الشرموله اللي كتكون باقا لاصقه فيه داكشي كتحيد. كنكبو في الطويجين وكنزيد عليه واحد شويه زيت العود صافي وكنردو كيطيب على المهل ديالو. هذا هو الطويجين. صافي هذا هو الشكل ديال الطويجين بعد ما خليته طاب على المهل ديالو على خاطر خاطرو، كيجي بحال هكا كتجي ديك المريقه معيلكه وكيجي لذيذ بزاف. كنتمنى انكم تجربوه بالطريقه ديالي وينال الاعجاب ديالكم. والى هنا نهايه الفيديو، والى فيديو قادم ان شاء الله. دمتم في امان الله. السلام عليكم.